الرحيم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. اهلا بكم في حلقة جديدة او فيديو جديد على قناة كورة من الاخر. منورنا يا رجالة، وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليكم. قناة كل يوم في ازدياد، قناة كل يوم في تطور حلو جدا. يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، يا رب نتمنى هذا يعني. اخر اخبار النادي الاهلي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. استبعاد احمد سيد زيزو، مش موجود في القائمة. القايمة نزلت بتاع ماتش القمة. وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور وغيره وقفشة وكريم فؤاد وناس كتيرة جدا. حوالي سبعة. جرد الشهر، سبعة يعني أساسيين: كريم فؤاد، محمد شكري، مين تاني يا رب أفتكر بس. ماشي، أشرف داري اللي هو مستبعد على طول يعني ده أصلا. ولكن المفاجأة بالنسبة لي هي أحمد سيد زيزو، اللي هم أعلنوا جاهزيته، اللي هو يعني كان في كلام من يومين تلاتة إن الراجل ده أحمد شوبير أساسا على أون سبورت اللي هو الإف إم الراديو. اتكلم في إن الراجل داس على نفسه بطريقة بنت لذينة، مكثف العلاج جامد جدا عشان يلحق ماتش القمة. وخلاص، وأعلنوا إن هو جاهز. إيه اللي حصل بقى؟ إيه اللي دار؟ أنا مش عارف يعني، أنا مش فاهم. بيقول لك في تغيرات على التشكيلة كبيرة جدا من كابتن عماد النحاس مبدئيا. بس كده استبعاد ديانج، اللي هو ديانج مش هيبدأ بيه. ماشي اوكي، عشان مستواه الفترة الأخيرة مش تمام. ليه زيزو مش معاك حتى لو هتحطه على الدكة؟ ليه مش معاك؟ الراجل جاهز، الراجل يعني أنا أموت نفسي. أنا لو مكانه بجد والله. يا عم نفسيا نفسيا بس خده معاك على الدكة. أنا لو مكانه أنا موت نفسي وعمال أعمل وأعمل عشان ألحق الماتش، وأنت في الآخر يلا بره. مش هيخاطر بيه، اوكي تمام، ما تخاطرش بيه، حطه معاك على الدكه نفسيا. انت اصلا معاك مين؟ انت اصلا هتبدا بمين؟ فين قائمتك؟ قائمتك فيها مين مكان زيزو اصلا؟ فيها مين مكان زيزو اساسا يعني؟ معاك لاعبين ثلاثه مكان زيزو عشان تستبعده هو خلاص، عشان ما يملاش القائمه عندك يعني ولا ايه؟ باشا بسم الله الرحمن الرحيم، خط دفاعنا كارثه. بص بقى، اتكلم بقى في الكل بقى. خط دفاعنا كارثه، احنا كام عن النادي الاهلي طبعا. خط دفاع النادي الاهلي كارثه. مين معاك؟ العش، ياسر ابراهيم، مين بقى؟ هاني، وهيبدأ بكوكا. هيبدأ بكوكا باك شمال، باك ليفت. وهاني طبعا باك رايت، والعش وياسر. اي حد يتصاب منهم، اي حد يتعور منهم لا قدر الله يعني، اي حد مش موفق منهم، مين معاك بره؟ مفيش. عمر كمان مكان محمد هاني بس. ويعتبر مفيش يعني، مفيش. من عمر كمال لمحمد هاني قلبي لا تحزن يعني. عملية بايظة، كده كده بايظة، كده كده ايه، بايظة بايظة بايظة. فانت بسم الله الرحمن الرحيم خط دفاعك في الجلاش، في الجلاش. طيب، نص الملعب ديانج انت مش هتبدأ بيه. مروان عطية، مين تاني؟ برمضان، مين تاني؟ انا بفكر على فكرة. القايمة مش قدامي دلوقتي، انا مش عارف مين بالظبط بس انا بفكر، انا مش لاقي حد. احمد رضا لو مستواه مش قد كده. مين تاني؟ مين تاني في نص الملعب؟ بجد والله مين تاني في نص الملعب؟ نهار ابيض. قلنا مروان عطية، قلنا برمضان، قفشة مش موجود، امام عاشور مش موجود، احمد رضا بس. خلاص خلاص. اطلع لي قدام شوية. حسين الشحات، تريزيجيه، بن شرقي، طاهر محمد طاهر، بس. تقول لي بس ازاي؟ والله بس، مفيش تاني. طاهر محمد طاهر، تريزيجيه، بن شرقي، الشحات، بس. أربعة. إيه أربعة؟
هجوم شريف، محمد شريف. بس قول لي بقى زيزو كان هيزحمك في ايه؟ كان هيعمل لك زحمه في ايه؟ مش ممكن تحتاجه يا عم في اخر ربع ساعه في الماتش، يا عم في اخر 10 دقايق في الماتش، يا عم انت اتزنقت وشلت الطينه وخسرت ومتاخر ومحتاجه ينزل يعمل لك فارق، ينزل يعمل اي حاجه، ينزل يحنكش في الملعب، يعمل اي حاجه. انا مش عارف. كابتن عماد يعني في اخر 3 4 ماتشات في الموسم اللي فات ابهرنا جميعا، كلنا كنا بنطالب ليه ما يكملش الراجل ده. اتاري يا اخويا بالبلدي اللعيبه كانوا متفقين على كولر ان هم يمشوه، ولما كولر مشي اللعبة فكت ويلا بينا. والسبب كان في كده، السبب في ان اللعبة يلا بينا بقى، الباور موجود، الباور العالي، يلا بينا ندوس، هناخد الدوري علينا، هناخد الدوري. الفكرة مش فكرة عماد النحاس كان جامد قوي وما كانش جامد قوي، الفكرة كنت انت اللي عشان انت مزنوق ومحتاج وبتاع فعملت، وانت حاليا مزنوق برضه، ولكن اللعبة فكة منك والفرقة فكة منك، ومدير فني كابتن عماد والله انا مش حابب ان انا بهاجمه، انا مش حابب، بس هو اللي مضطرنا لكده ان احنا نهاجمه. كابتن عماد كام ماتش اللي مسك فيهم بجد عرفنا ان احنا كلنا ما بنفهمش حاجه، لان احنا في يوم طالبنا بان هو يكمل، مع اني بحب الراجل ده جدا، يكفي اخلاقه ويكفي احترامه، ولكن الكرة ملهاش كبير زي ما بيقول. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي غدا ان شاء الله، انتظروا في الفيديو القادم هنتكلم على الموضوع اللي شاغل بال الجميع.